واش الأداء نتاع المنتخب المغربي في أول ظهور ليه مع المدرب الجديد محمد وهبي، واش الأداء ديالو مقنع ولا لا؟ واش محمد وهبي نجح في أول اختبار ليه مع المنتخب المغربي ولا لا؟ هادو هما الأسئلة اللي كيسولها الجمهور المغربي حاليا من بعد المباراة اللي جمعات ما بين المنتخب المغربي ومنتخب الإكوادور. واش المنتخب المغربي بين بأنه قادر أنه ينافس في كأس العالم ولا لا؟ واش المستوى نتاع المنتخب المغربي مقنع؟ واش كيطمئن بالنسبة للاستحقاق اللي هو جاي اللي هو كأس العالم؟ كاين اللي غادي يقول بأنه الأداء نتاع المنتخب المغربي غير مقنع مع المنتخب الإكوادور، ولكن بزاف ما عارفينش بأنه آخر مباراة جمعات ما بين منتخب الإكوادور مع منتخب البرازيل كانت انتهت بالتعادل 0-0، وآخر مباراة انتهت ما بين منتخب الإكوادور ومنتخب الأرجنتين كانت انتهت ب1-0 لصالح منتخب الإكوادور. منتخب الإكوادور اللي كينتمي لأمريكا اللاتينية منتخب قوي، منتخب شرس، وخاصة من الناحية البدنية. هي صراحة كنا كنتمنى أن المنتخب المغربي هو اللي يفوز، ولكن هي مباراة ودية، مباراة شكلية استعدادية لكأس العالم. فهاد المباراة هادي كنظن بأنه محمد وهبي غيستافد منها بزاف، واللاعبين كذلك غيستافدوا منها، وغادي نعرفوا فين كاينين مكامن الضعف وغادي نحاولوا اننا نخدموا عليهم باش غادي نكونوا واجدين لكأس العالم. المنتخبات نتاع امريكا اللاتينيه منتخبات قويه، منتخبات شرسه، كتدافع بقوه وعندهم واحد الكونديسيون فيزيك عاليه. فاهم حاجه هو اننا ما خسرناش. بالنسبه للاداء نتاع المنتخب المغربي كان جيد. كانوا بعض اللاعبين اللي صراحه ما كانوش في نهارهم، بحال الصيباري اللي صراحه ما كانش في نهارو وضيع بزاف ديال الكرات، وبالنسبه للزلزولي كذلك حتى هو ضيع بزاف ديال الكرات وما كانش في نهارو. اما باقي اللاعبين فكنظن بانهم قدموا مستويات جيده، مستويات مقبوله. هو مهم اننا ما نخسروش في هذه المباراه، وداك الشيء اللي كان ما خسرناش يعني تعادلنا، لانه المدرب جديد وبعض اللاعبين حتى هما جداد، فالخساره غتكون شي شويه مؤثره على النفسيه نتاعهم. فكان من المهم انه يكون واحد الفوز ولا واحد التعادل، والتعادل كنشوف بانه تعادل مستحق. فننتظروا شنو غيكون في المباراة اللي غادي تجمع ما بين المنتخب المغربي ومنتخب الباراغواي. كنتمناو ان المنتخب المغربي يظهر بواحد الشكل اللي يكون جيد، يظهر بواحد الشكل احسن مما ظهر به اليوم، ونتمناو ان المنتخب المغربي يقدم واحد المستوى اللي يكون يليق به، واحد المستوى اللي يكون عالي اللي غادي يخليه يمشي لكأس العالم بواحد المعنويات عالية.